السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا نعمل بقى شوية معجنات تنفع لولادنا الصبح في المدارس، وتنفع بقى مع كوباية شاي الصبح بقى. اشمعنى ولادنا يعني اللي هياخدوها للمدرسة بس. هنجيب معايا نص كيلو دقيق بما يعادل 4 كوبايات من مج الشاي، كيس خميرة فورية هناخد منه معلقتين، هو معلقتين اتنين هناخد منه معلقة ونص. معايا المية للعجن، معايا علبتين زبادي. الزيت بتاعنا هناخد ايه، معلقتين اتنين زيت صغيرين، ومعلقة صغيرة خل، ومعلقة كبيرة سكر. حطيت الكيس الخميرة بتاعي، شلت منه شوية مع السكر عشان يتفاعلوا مع بعض. حط شوية مية عشان اشوف الخميرة متفاعلة ولا لأ. طبعا الخميرة بتاعتي جديدة ما سبتهاش كتير، ما شاء الله تبارك الرحمن. بدأت تفور اهي. فهحط الزبادي على طول عليها. حط العلبتين الاتنين الزبادي، ما عندكيش زبادي حطي كوباية لبن حليب، ما عندكيش عندك لبن رايب حطي بدل العلبتين الزبادي، هيمشي معاك كويس. عايزه تعملي بميه ممكن بميه بس هتطلع زي الفل معاكي. بدل الزبادي هتحطي معلقتين لبن بودر. معايا الدقيق بدأت انخل فيه اهوت، هننخل في الدقيق بتاعنا. وحطينا ظرفين اتنين فانيليا عشان شايفين الدقيق فيه تكعتيلي ازاي. هاي ايه هيعوق حركة الايه العجن بتاعنا. حطيت المية بقى حسب الدقيق بتاعي ما ياخد مني، والدقيق بتاعي خد كوباية المية دي كلها مع ايه العلبتين الزبادي دي المد السوائل بتاعتنا. قلبت بالاسباتيولا كده لحد ما ايه العجينة بدأت ايه تمشي معايا كده، تتقل العجينة معايا. هشيل بقى الاسباتيولا وابدأ ايه اعجن بايديا. هبدأ اعجن بقى كده كويس في العجين. لازم ناخد بقى في المعجنات بتاعتنا ديت لازم العجن جامد. شمري بقى، زهقانه من العيال، يلا خدي بقى ودي بشكل ودي مع ايه مع العجينه بتاعتنا. شايفين العجينه بتاعتنا لازم في المعجنات العجينه بتاعتنا ايه تبقى طريه شويه كده، تبقى ملزقه حبه ما تبقاش يابسه، علشان تديكي طعم وطراوه كده في البدايه. معايا كوبايه الميه، بقيت كوبايه الميه هي. شايفين دهنت بتاع شويه زيت بسيط خالص كده ووشها عشان ايه ما يقشفش معايا. وغطيتها بقلب الكيس او استرتش عندك. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما سبتهاش تخمر حاجة، يعني 10 دقايق بس سبتها تستريح. تشوفي العجينة بتاعتنا زي الفل زي الفل. اللهم بارك. هاخد العجينة بتاعتي بقى هقسمها على جزئين اتنين. الجزء هبططه بقى كده. هدور الجزئين الاتنين كده بتوعي. شايفين العجينة ما شاء الله تبارك الرحمن عليها. اللهم بارك. هبدأ بقى كده ادور العجينه بتاعتي وبطط فيها هركن ديا. وبططها بقى حطيت شويه زيت مفيش، يعني العجينه كلها ما خدتش مني معلقتين اتنين زيت، ولا هحط زبده ولا احط اي حاجه. واعمل لكم بقى بعد كده العيش الفينو من غير زيت ومن غير زبده ومن غير لبن، وعشان ايه ما نكلفش نفسنا. هبدأ أبطط بيه بقى وأعمله مستطيل كده. معايا بقى للعجن بتاعي للحشو بتاعتي بقى هعمل إيه، هحشيها جبن. هحشي العجينة الأولانية ديت جبنة. هحط بقى جبنة كده الملح إيه خفيف كده، وابدأ أحطها كده. ولو عندي حبة جبنة موتزاريلا في قلب التلاجة أحطهم معايا يدوها طراوة، علشان الجبنة بالملح خفيف كده. شايفين، مع حبة زعتر اللي عندك في التلاجة هاتيه. عندك جبنة حادقة حطي، عندك جبنة قريش حطي. مش هتقول لا. المعجنات دي عايزاها سادة، الباتيه بتاعك هيبقى سادة، اعمليه سادة، ما توقفيش حالك. حبة جبنة عندك موتزاريلا لقيتهم في قلب التلاجة حطيت، جبنة شيدر حطي، جبنة قريش حطي معاكي، هيمشي معاكي جميع الحشوات فيها. عندك شوية فراخ وتقطعيهم حطي. انا حطيت شوية زعتر بقى كده جمال عليهم كده عشان يديها طعم جميل. الزعتر بيدي طعم جميل قوي في المعجنات. بسم الله ما شاء الله. عندي جبنة شوية جبنة موتزاريلا لقيتهم في قلب التلاجة حطيتهم، عشان بقى ايه يدونا طعم جميل ايه. لو ولادك بقى ما بيحبوش اللبن دخلي الجبن، دخلي الجبن بقى في الايه في الحشوات بتاعتنا دي. وادي اللبن اهوت حطيناه، يبقى اللبن والزبادي لو ما بياكلوش ولادك هياكلوها هنا جميل. هبدا بقى الفها رول كده جميل. هيجي عندي وانا بالاخر كده طبعا اقوم متكيه بقى على الرول كده واقوم ايه لفاه. هبدا بقى اقطع الرول بتاعي. شايفين ما شاء الله. هبدا اقطعه بقى كده. البتايه بقى هبدا عشان يبقى كل البتايه قد بعضها كده. همسك بقى ايه 3 كده، 3 صوابع بتوعي وايه واقطع بقى كده. معايا الصاج بتاعي غسلاه ومنشفاه جامد جدا، واحط البتاع مش هنخمر. معايا الفرن مولعاه
على درجة حرارة، أعلى درجة حرارة في الفرن بتاعي. هنقطع بقى ونحط في الصاج بتاعنا وفي الفرن. والحشوة التانية بتاعتنا بقى، عندي سوسيس بقى في قلب التلاجة، هحطهم مع شوية جبنة. هنا بقى هحط على الوش بتاعي معلقتين لبن هما بالفرشة. عندك سمسم زوقيها بالسمسم، عندك حبة البركة حطيها، واكلي ولادك حاجة نظيفة جميلة. هنا بقى حبة جبنة موزاريلا عندي في الحشوة التانية. 70 سوسيس كانوا قلب التلاجة قطعتهم كده، شايفين؟ وولادك ياكلوا اكل نضيف من ايدك. اي حشوة قدامك ما توقفيش نفسك. هنلفها برضه رول زي التانية ونقطعها. شوية جبنة وحطيتهم عليها اهوت. خبزتهم بقى على اعلى درجة حرارة، شايفين؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا بقى كانت سخنة لسه طالعة من الفرن، شايفين؟